السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر مصطفى الأحمدي. إن شاء الله طلاب تانية ثانوي هنشرح مع بعض تاني درس زي ما وعدتكم. إن شاء الله كل الدروس دي هتنزل على الصفحة بتاعتنا، كل أسبوع هتلاقي درس إن شاء الله. هنشرحه بكل بساطة، هنسهل على بعضينا، المنهج سهل. بقى ليه مش عايز حد يصعب الموضوع مش صعب. هنسهل الدنيا على بعضنا، وإن شاء الله كل حاجة هتلاقوني معاكم فيها. إن شاء الله الدرس التاني عندنا في الترم التاني، مصر في عصري الطولونيين والإخشيديين، يعني الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية. احنا عرفنا في العصر العباسي الثاني في الترم الأول عرفنا إن كان في ضعف حكام، فقامت بعض الدول المستقلة. كان في دول مستقلة مع العباسيين، يعني بتتبع أو في تبعية للخلافة العباسية، وفي دول مستقلة ما كانتش بتتبع الخلافة العباسية. طيب احنا بناخد أحوال مصر أو الدول المستقلة اللي سيطرت على مصر في وقت الخلافة العباسية. طيب أول حاجة، أدت ضعف الخلافة العباسية خلال العصر العباسي الثاني إلى إيه؟ إلى سيطرة القادة الأتراك على الدولة. احنا عرفنا إن الولاة، عرفنا في الدرس الأولاني عرفنا إن الولاة اللي كانوا موجودين في العصر العباسي الثاني أو العصر العباسي كان بيعتمد على الفرس في الأول ثم على الأتراك، ولكن في العصر الأموي قلنا بيعتمد على إيه؟ على العرب. فالعصر العباسي احنا لسه قلنا في العصر العباسي الثاني كان في ضعف للخلافة العباسية، وده اسمه عندنا في المنهج سبب سياسي. سبب ايه يا باشا؟ سبب سياسي يا حبيب قلبي. أدى إلى إيه؟ إلى سيطرة القادة الأتراك على الدولة، وبدأوا يستقلون بالولايات التي تحت حكمهم. زي مين دلوقتي؟ زي ما هنعرف الدولة الطولونية أو الدولة الإخشيدية. طيب، فأقبل الولاة على حكم مصر والانفراد بها عن مركزية بغداد، وذلك لعدة أسباب. الولاة الأتراك كان في بعض منهم شايف إن مصر تعادل حكم الخلافة. قال لك مصر تعادل حكم الخلافة، وده طبعا دلالة على إن مصر عندها ثقل استراتيجي وعسكري وسياسي واقتصادي كبير جدا. زي ما عرفنا في الدرس الأول إن مصر بعتت بعير، وبعتت قمح، وبعتت أغذية في وقت عام الرمادة لسيدنا عمر بن الخطاب. فأقبل الولاة على حكم مصر والانفراد بها عن مركزية بغداد، اللي هي العاصمة الإسلامية، عاصمة الدولة الإسلامية، وذلك لعدة أسباب. عندنا 3 أسباب: سبب اقتصادي، سبب جغرافي، وسبب طبيعي أو اجتماعي. بمعنى هنشرح واحد واحد. أول حاجة، قوة مصر الاقتصادية وتأثيرها على اقتصاديات الخلافة. مصر عندها قوة اقتصادية كبيرة جدا، كفاية نهر النيل، كفاية موقعها المتميز، كفاية خليج أمير المؤمنين زي ما عرفنا في الترم في الدرس الأولاني. حاجات كتيرة قوي في اقتصاد مصر، فاقتصاد مصر متميز عالي جدا. فقوة مصر الاقتصادية وتأثيرها على اقتصاديات الخلافة ده سبب رئيسي إن الولاة كلهم عايزين يحكموا مصر ويستقلوا بها. تاني سبب، يعني ده أول حاجة سبب اقتصادي. طيب تاني سبب، عندنا موقع مصر المتميز وبعدها عن عاصمة الخلافة فين؟ في بغداد، يبقى ده بسبب جغرافي. العاصمة اللي هي بغداد بعيدة عن مصر، ومصر موقعها متميز. احنا دايما كنا هنسمع ان هي فيها البحر الاحمر والبحر المتوسط ونهر النيل، وهي في وسط العالم، وبتطل على وهي موجودة في قارة افريقيا، بتطل على قارة اسيا من ناحية شبه جزيرة سيناء، وبتطل على اوروبا من خلال البحر المتوسط. فموقعها متميز جدا وبعيد عن مركز الخلافة اللي هو موجود في بغداد. يبقى تاني سبب عندنا سبب جغرافي. تالت حاجة، طبيعة شعب مصر وما يتميز بها من طيبة ومن المسلم. في مثل كده بيقول لك تحطيه يتحط تبطيه يتبط. ده بجد والله.
الشعب المصري مسالم، الشعب المصري عايز اللي يحكمه من النهاية وما يأذيهوش. طالما انت بتحكمني ومشي الأمور يبقى خلاص انت حبيبي، وانت بالنسبة لي انت الوالي وهنطبل لك وهنحبك وهنقف معاك للآخر. ده الشعب المصري طول عمره كده، بيميل للمسالمة، شعب حبوب بمعنى أصح. يبقى التالت سبب طبيعة شعب مصر وما يتميز من طيبة، يعني ده سبب ايه يا باشا؟ اجتماعي. سبب اجتماعي. يبقى احنا عندنا سبب اقتصادي، سبب جغرافي، سبب اجتماعي. طيب، من أبرز الدول المستقلة التي قامت في مصر واستطاعت مد نفوذها إلى الشام والحجاز عندنا دولتين، هما الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية. الناس دول من أبرز الدول أو من أكثر الدول اللي استقلوا بمصر واستطاعوا يمدوا نفوذ الدولة من مصر لغاية الشام والحجاز، يعني سيطروا على أجزاء من الشام وأجزاء من الحجاز زي ما هنعرف دلوقتي وهنشوف، حتى وصلوا لغاية إقليم الصغور والعاصم التي كانت تسيطر عليه إيه؟ الدولة العباسية من ناحية، والناحية التانية كانت الدولة الرومانية أو الدولة البيزنطية. هنعرف ده كله دلوقتي. أول حاجة عندنا الدولة الطولونية، من إمتى بقى يا باشا؟ من 254 إلى 292 هجريا، يعني من النهاية في القرن الكام؟ القرن الثالث الهجري. الحتة ديت مهمة أوي، القرن الثالث الهجري. أنا مش بقول لك احفظ إيه تاريخ، أنا بقول لك افهم إن سنة 292 ديت أو سنة 254 ده القرن الثالث الهجري، يعني الدولة ديت قامت في نص القرن الثالث الهجري وانتهت في أواخر القرن الثالث الهجري، آخر 10 سنين في القرن الثالث الهجري. لازم ناخد بالنا من الحتة ديت عشان هتلاقي أسئلة إيه عليها، فلازم تبقى فاهم إن التاريخ ده هو في القرن الثالث الهجري. طيب، أشهر حكام الدولة الطولونية جاية من اسمه أحمد ابن طولون وابنه خمار روية. أشهر حكام مين؟ أحمد ابن طولون. مين أحمد ابن طولون ده؟ مين أحمد ابن طولون؟ قال لك مؤسس الدولة الطولونية. هو من أصل إيه بقى؟ تفهم الحتة ديت، من أصل تركي. جه مصر إمتى؟ أو جه مصر إزاي؟ إيه اللي جابه؟ قال لك كان نائب عن زوج أمه واحد اسمه بيكباك التركي. احنا عرفنا في الدرس الأولاني إن الخلفاء العباسيين كانوا بيعينوا ولاة من الأتراك. الولاة اللي على مصر ما كانش بيحبوا يجوا يقعدوا في مصر، لا كانوا بيقعدوا في بغداد وكانوا بيعينوا نواب عليهم. فبيكباك التركي ده جاب ابن مراته اللي هو أحمد ابن طولون وعينه إيه؟ نائب عنه في مصر. يبقى مين الوالي في الوقت ده اللي على مصر؟ بيكباك التركي، ولكن مين النائب عنه؟ أحمد ابن طولون. أحمد ابن طولون أول ما دخل مصر قال لك أثبت منذ دخوله مهارته في معالجة الأمور سياسيا. يبقى الراجل ده عنده مهارة سياسية. مهارة إيه يا باشا؟ سياسية. طيب، فظهرت شخصيته القوية في مواجهة المشكلات وقدرته على القيام بأعباء الحكم. طيب، عمل إيه عشان يعرف يعمل كده؟ الراجل ده دماغه سياسية والراجل إيه؟ عاقل بيفهم. طب عمل إيه؟ قال لك أنا هجيب مجموعة من المصريين واقعد معاهم وافهم طبيعة الشعب المصري ده ايه، طب بيحبوا ايه، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بيتعاملوا ازاي، وافهم كل حاجة عشان لما تقابلني مشكلة سياسية اعرف ايه احلها. فقام بايه؟ حين قرب اليه مجموعة كبيرة من المصريين واختار منهم طبقة كبيرة ضمها الى ايه؟ الى الحاشية بتاعته، عشان من النهاية يقولوا له ايه اللي بيحصل في ايه في مصر. فكان يتعرف على نواحي القصور في إدارة البلد، فكانوا خير عون له فأغدق عليهم وعلى رعاياه وقدته والمنح والعطايا بسخاء. يعني كان بيدوهم منح وإيه وهدايا كتير، بسبب إن الناس ديت كانت بتقول له كل أحوال مصر، فضمهم للحاشية بتاعته. طيب، فدخل قلوب المصريين. جه بيكباك اللي هو والي على مصر اللي هو جوز أمه، عمل إيه؟ مات. بعد وفاة بيكباك عين الخليفة العباسي في الوقت ده مكانه واحد اسمه يرجوخ. طب مين يرجوخ ده؟ قال لك صهر أحمد بن طولون.
صهره احنا لسه كنا قايلين الدرس اللي فات، الصهر يعني نسيب احمد بن طولون. يعني كده الخليفه العباسي عين بيكباك، بعد وفاه بيكباك عين مين؟ يرجوخ، اللي هو مين؟ صهر احمد بن طولون. طب وبيكباك؟ بيكباك كان زوج والدته، زوج امه. ففضل احمد بن طولون نائب للوالي عن مصر في نفس الوقت، لدرجة ان يرجوخ ده بعت له قال له تسلم من نفسك لنفسك. يعني انت كده كده النائب كنت بتاع مين؟ كنت بتاع بيكباك. فبيكباك مات، فانا اللي مسكت والي على مصر، فانت تسلم السلطة من نفسك لنفسك. يعني انما لو كان هيسلمها مثلا لواحد تاني كان يقول له سلم يا احمد بن طولون، سلم السلطة لحد تاني. انما لا، انت اللي هتمسك ايه برضه ايه؟ نائب للولاة او نائب ليا. طيب بعد وفاة يرجوخ، جه يرجوخ هو كمان مات، فتولى أحمد بن طولون ولاية مصر مباشرة من قبل مين؟ الخليفة العباسي. يعني الخليفة العباسي في الوقت ده أول حاجة عين بيكباك. بيكباك ده مين؟ زوج أم أحمد بن طولون. أحمد بن طولون دخل وعرف أحوال مصر عن طريق إن هو دماغه سياسية وعاقل، وعرف يجمع حواليه حاشية من المصريين يفهموه أحوال مصر. تمام؟ فجه بعد كده بيكباك مات، فعين الخليفة الإسلامي يرجوخ مكان بيكباك. يرجوخ ده يبقى مين؟ يبقى نسيب أحمد بن طولون. فيرجوخ جه قال لأحمد بن طولون سلم السلطة من نفسك إلى إيه؟ إلى نفسك. طب جه يرجوخ ده توفاه الله، جه أحمد بن طولون هو اللي تولى ولاية مصر مباشرة من الخليفة العباسي. طيب أحمد بن طولون زي ما قلنا رجل ذكي، فسعى للاستقلال بمصر ولكن مع تبعيته للدولة العباسية والدعاء للخليفة. ده من خلال عشان هو شايف الخليفة ليه دور ديني. الخليفة ليه دور ديني، اللي هو خليفة على المسلمين، فلازم ايه؟ نقدره. لا انا هستقل بمصر ولكن هسيب شوية تبعية لمين؟ للخليفة او للخلافة العباسية لتثبيت حكمه في مصر من خلال عدة عوامل تمثلت بقى في ايه؟ يعني احمد بن طولون ثبت حكمه في مصر، استطاع تثبيت حكمه في مصر من خلال 4 عوامل. اول حاجة شخصية احمد بن طولون الطامحة للحكم والسلطان. انا لسه قايل لك الراجل ده ذكي جدا، الراجل ده سياسي بيفهم، عارف هو بيعمل ايه، فعارف موقع مصر الجغرافي، عارف اهميه مصر الاقتصاديه، عارف اهميتها السياسيه. فشخصيته ديت طموحه، عنده حكمه وعنده طموح، فوصل للحكم والسلطان. تاني حاجة وضع مصر السياسي والاقتصادي وأهميتها مما جعلها محط أنظار الطامعين فيها. لسه قايلين دلوقتي إن شخصية أحمد بن طولون الطامحة دي هو عارف إيه؟ وضع مصر السياسي والاقتصادي، إيه اللي بتتميز بيه. فوضع مصر السياسي والاقتصادي وأهميتها جعل كل الناس بيبصوا ليها محط أنظار للطامعين. طيب تالت حاجة احنا لسه قايلينها فوق، ضعف الخلفاء العباسيين وعدم تمكنهم من السيطرة على أطراف الدولة، لدرجة إن احنا هنعرف دلوقتي إن أحمد بن طولون ضم الشام وكان بيخش في معارك مع إيه؟ مع الدولة البيزنطية في إقليم الصغور والعواصم. رابع حاجة معاناة الخلافة العباسية من الثورات في مختلف البلدان الإسلامية. احنا لسه قايلين الدرس اللي فات وبعدها لكم تاني، طالما في ضعف حكام هيبقى في ثورات، طالما في ضعف حكام هيؤدي إلى سقوط الدولة، طالما في ضعف حكام أو معاناة هيبقى في ثورات في مختلف البلدان. فدي العوامل اللي ساعدت أحمد بن طولون لتثبيت حكمه فين؟ في مصر. طيب أحمد بن طولون ومد نفوذه في بلاد الشام. احنا لسه قايلين دلوقتي إن أحمد بن طولون ذكي، فهيمد نفوذه للشام من خلال إيه يا باشا؟ قال لك أراد أن يمد نفوذه إلى بلاد الشام حتى يوسع إيه؟ دولته، فخرج بجيشه إلى فين؟ دمشق. دمشق ديت فين؟ في الشام. ودخلها وأمن أهلها وصار منها إلى الثغور، مناطق الحدود مع مين؟ مع الدولة البيزنطية. طيب حتى وصل إلى طرسوس، مدينة اسمها طرسوس، فدخلها وأعلن الأمان فيها وجلس في مسجدها الكبير في تواضع تام لقضاء بحاجات الناس والإحسان إليهم، فضمن الولاء. يعني الراجل ده ذكي جدا
لدرجة ان راح مكان هم الناس ما تعرفوش، بس قعد انتوا عايزين ايه، ناقصكم ايه، هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. فالناس اول ما هتشوف حاجة زي كده وبالذات العرب فايه، هيضمن الولاء سمعا وطاعة. في موقف مهم جدا لأحمد بن طولون، قال لك لما دخل أحمد بن طولون دمشق وقع بها حريق عند كنيسة مريم. كان في دمشق في كنيسة اسمها كنيسة مريم. طيب الكنيسة ديت اتحرقت، فراح أحمد بن طولون ومعه بقى مين؟ 2 نواب بتوعه، واحد نائب وواحد الكاتب بتاعه، واحد اسمه أبو زرعة النصري والتاني أبو عبد الله بن أحمد بن محمد الواسطي. نسميهم إيه؟ النصري والإيه؟ والواسطي. الواسطي ده كان كاتبه. فقال أحمد بن طولون لأبي زرعة ما يسمى هذا الموضوع؟ إيه ده؟ أول ما شاف الكنيسة محروقة، إيه ده؟ إيه اللي محروق هناك ده؟ فالراجل رد عليه قال له كنيسة مريم. إيه ده؟ كنيسة محروقة؟ طب الكنيسة المحروقة ديت محدش حاول يبنيها من جديد؟ لا، أنا هخصص 70,000 دينار من مالي لبنائها وأن يعطي لكل من احترق شيء. يعني الراجل ده أول ما شاف الكنيسة، إيه ده؟ إيه ده يا أبو زرعة؟ إيه ده؟ إيه يا واسطي؟ إيه الكلام ده؟ قال له دي كنيسة مريم. طب مين اللي حرقها؟ مش مين اللي حرقها؟ طيب أنا مش مهم مين اللي حرقها، أنا هدفع من جيبي الخاص 70,000 دينار. لإيه؟ لبنائها وأن يعطي لكل من احترق له شيء. يعني كل واحد اتضر من الحريق ده هدفع له شيء من مالي. الوسط يقول له طب احنا مالنا؟ يقول له لا، ده خلاص هي جزء من الدولة بتاعتي فخلاص تحت حكمي. فده يدل طبعا على ايه؟ حرية العقيدة، يدل على الحفاظ على الممتلكات. الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة. تمام يا شباب؟ تمام. الزتونة بقى، احنا اتعلمنا من الدرس اللي فات ان من النهاية انا هجيب لك الخلاصة، هجيب لك الخلاصة في الجزء اللي احنا لسه شارحينه. طيب اول حاجة، اقبال الولاية على حكم مصر والانفراد بها عن مركزية بغداد يرجع لأسباب اللي احنا لسه كنا قايلينها وفصصناها مع بعض، جغرافية واقتصادية واجتماعية. جغرافية واقتصادية واجتماعية. اقتصادية، اقتصاد مصر، قوة اقتصاد مصر، عندنا اقتصاد كبير قوي، عندنا مسالمة، الناس المصريين دول مسالمين، طالما انت عملتهم بالحب خلاص هيدوك عينيهم. عندنا ايه تاني؟ عندنا جغرافيا، عندنا بعد او موقع متميز بعيد عن مركز الخلافة اللي هو موجود فين؟ موجود فين يا شباب؟ في بغداد. ارتبط ظهور الدول المستقلة في مصر. الدول المستقلة ظهرت امتى؟ او بسبب ايه؟ بسبب ضعف الدولة العباسية. انا لسه قايل لكم ضعف الدولة العباسية هيترتب عليه ايه؟ ظهور دول مستقلة. طب ضعف الدولة العباسية هيترتب عليه ثورات. ضعف الدولة العباسية هينتهي في الاخر بسقوط الدولة العباسية. ارتبط ظهور الدول المستقلة في مصر بتغلغل العناصر الايه باشا؟ التركية في شؤون البلاد، بسبب وجود العناصر التركية. فاختار أحمد بن طولون طبقة كبيرة دليلا إن حكمه قائم على الاستعانة بأهل الخبرة والشورى. أنا لسه بقول لكم دلوقتي إن المصريين دول إيه؟ لازم نعرف أحوالهم. المصريين دول مسالمين، فلازم نعرف أحوالهم، بيفكروا في إيه وبياكلوا وبيشربوا إيه، بيحبوا إيه وبيكرهوا إيه، عشان أعرف أحكمهم فاضمن الولاء ليا. ارتبط تولى أحمد بن طولون حكم مصر بصلاته الاجتماعية. طب اشمعنى من خلال ايه؟ احنا لسه قايلين دلوقتي ان واحد كان زوج امه والوالد التاني كان ايه؟ كان نسيبه. استفاد احمد بن طولون من الاضطرابات الداخلية في الدولة العباسية بتثبيت ايه يا باشا؟ حكمه في مصر. اول ما شاف اضطرابات داخلية في الدولة العباسية استفاد، اللي هي العوامل، بتثبيت حكمه في مصر. أكثر المناطق التي شكلت خطرا على الدولة الطولونية منطقة الثغور، اللي هي وصلنا لمدينة اسمها طرسوس. أمر أحمد بن طولون ب70,000 دينار من 100
لبناء كنيسة السيدة مريم بدمشق دليلا على حرصه على ايه؟ لسه قايلينها من شوية، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بأهل الذمة اللي هم أهل العقيدة اللي هم أهل الديانة اللي هم الأقباط. تاني حاجة إرساء قيمة المواطنة. المواطنة احنا كلنا واحد، احنا كلنا تحت حكم واحد، احنا كلنا مسلمين أو أقباط، احنا أهل ديانة. أهل ديانة طالما عايشين تحت حدود دولة واحدة يبقى إيه؟ يبقى في مبدأ مواطنة ما بيننا. طيب، استقلال أحمد بن طولون بأمور البلاد مع الاستمرار والتبعية للدولة العباسية دليلا على إدراكه للمكانة الدينية للدولة العباسية أو الخليفة العباسي، زي ما قلنا اللي هو كان فيه دور ديني للخليفة العباسي. فهو الراجل ده مش عايز يستقر استقرار كامل، يستقل استقلال كامل عشان خاطر إن فيه تبعية دينية أو ولاء للخليفة العباسي، لأنه له دور ديني. ارتبط نجاح أحمد بن طولون في مد نفوذه على بلاد الشام بالاضطرابات الداخلية بالدولة العباسية لسه قايلينها فوق. أظهر أحمد بن طولون التسامح الديني في موقفه من حريق كنيسة السيدة مريم اللي كانت موجودة في دمشق. تمام يا شباب، خلصنا الزتونة، خلصنا أحمد بن طولون. جه ولده خماروية ابن أحمد بن طولون، تولى خماروية الحكم بعد وفاة أبيه، فرأت الخلافة العباسية إن الفرصة سانحة لاسترداد مصر. هم الخلافة العباسية في الوقت ده هم مش عارفين يجيبوا الحكم أو ياخدوا الحكم بتاع مصر من مين؟ من أحمد بن طولون. فأول ما مات، لا ابن خمروية ده شكله غلبان، لا نروح نسيطر، لا ده لسه صغير في السن، فدي فرصة لاسترداد مصر والشام. يبقى كده الدولة الطولونية بقيادة أحمد بن طولون وصل نفوذه زي ما قلنا للشام وبعض أماكن من الحجاز. فالدولة العباسية أو الخلافة العباسية عايزة تسترد الأماكن دي من يد مين؟ الطولونيين اللي هم خمراوية. ولكن خمراوية نجح في الانتصار على قوات الخلافة ثم طلب الصلح. الراجل ده ذكي، يبقى ده دليل على قوة خمراوية العسكرية والذكاء العسكري. طب من خلال ايه؟ اول حاجه هو انتصر عليهم، فدي قوه عسكريه. بعد ما انتصر عليهم قال لك انا مش هفضل يبقى فيه خلاف ما بيننا وبين بعض، لا انا هعمل صلح. الحاجه ديت حصلت قبل كده او حصلت احنا فاكرينها، السادات في حرب اكتوبر انتصرنا على على الاسرائيليين. بعد ما انتصرنا عملنا الصلح. ليه؟ عشان نعيش في سلام. المهم يا شباب، بعد ما قام خمراوية بالصلح مع الخليفة المعتمد، أصبحت ولاية مصر والشام لمدة 30 سنة تحت رعاية أو ولاية خمراوية هو وأولاده. ده بسبب إن الخليفة المعتمد قبل بالصلح، وده يدل طبعا زي ما قلنا على ضعف الخلافة العباسية وقوة خمراوية العسكرية. طيب، جه بعد كده خمراوية يسكت؟ لا، قال لك في الآخر أنا عايز أكسب الخلافة العباسية في صالحي. طب هعمل إيه؟ أنا عندي بنت اسمها قطر الندى. قطر الندى ديت عندها 14-15 سنة. كلم الخليفة، كان الخليفة في الوقت ده اسمه المعتضد، قال له أنا دلوقتي هجوز بنتي لابنك، أنت موافق؟ قال له لأ، أنا اللي هتجوزها. طمع في البيت فهو اللي اتجوزها. فقام خمراوية بإرسالها وإرسال الكثير من الهدايا، لدرجة إن هو كان أرسل حوالي 200 هون من الذهب. صرف 3/4 خزينة الدولة فين؟ في الزفاف ده عشان يبسط الخليفة المعتضد. فترتب على ذلك أول حاجة تقوية علاقة خمراوية بالخلافة العباسية. قال لك أنا عايز أقوي العلاقة ما بيننا وما بينه. تاني حاجة، تمتع خمراوية بالاستقلال والنفوذ الكامل في مصر والشام وإقليم الصغور. يبقى الراجل ده كان فعلا بيفكر صح، إن هو عايز يستقل بمصر والشام بعيدة تماما عن الخليفة أو الخلافة العباسية. لا، هو مش عاجبه كمان 30 سنة، لا أنا عايز أخدها للأبد. طيب، ولكن في عام 282 هجريا، دلوقتي أنا لسه كنت قايل لكم إن خمراوية صرف فلوس كتيرة قوي، فلوس كتيرة قوي من من خزينة الدولة عشان خاطر الزفاف ده. فذهب خمراوية للشام في التاريخ ده وقتل على يد غلمانه، الناس اللي تبعه قتل على يد غلمانه. فحمل
في تابوت إلى مصر ودفن بجوار أبيه أحمد بن طولون. يعني الراجل ده زي ما كان عنده قوة عسكرية بس ما كانش عنده ذكاء. هو وصل فعلا للاستقلال ولكن خسر الشعب، فقام غلمانه بقتله فين؟ في الشام، ودفن في مصر مع أبيه أحمد بن طولون. طيب لازم نعرف أسباب ضعف وسقوط الدولة الطولونية. أول حاجة كثرة المنازعات والصراعات بين أبناء البيت الطولوني بعد مقتل خمروية. احنا كده ضامنين إن مصر هتفضل دولة طولونية تابعة لنا بسبب إن خمروية خلص الجواز ده ووصل للاستقلال التام سواء في مصر أو الشام. طيب فجاء بعد خمروية أبنائه كان في صراعات ما بينهم على الحكم. يبقى أول سبب كثرة النزاعات والصراعات بين أبناء البيت الطولوني. يعني من أسباب ضعف وسقوط الدولة الطولونية أسباب داخلية. أسباب إيه يا باشا؟ داخلية. طيب تاني حاجة تدخل الجند والموالي والغلمان في الشؤون الداخلية للدولة الطولونية. طالما في صراعات بين أبناء البيت الطولوني أو صراعات بين الحكام أو صراعات بين الأمراء، هيبقى في تدخل من مثلا زي ما قلنا من شوية من الحكام الأقاليم، لا تدخل بقى منين؟ من الجند والموالي والغلمان في الشؤون الداخلية للدولة الطولونية. تالت حاجة رغبة الخلافة العباسية في استعادة نفوذهم على مصر والشام. الخلفاء العباسيين لا خلاص بقى انتوا شايفهم ايه؟ ضعفاء، فانا عايز اسيطر من جديد على مصر والشام. ما ننساش ان مصر دايما عندها قوه سياسيه وقوه اقتصاديه كبيره جدا، فالخلفاء العباسيين رجعوا من جديد عايزين يستعيدوا ايه؟ نفوذهم في مصر والشام. طيب الزتونه هنا ايه بقى؟ قال لك سقوط الدوله الطولونيه دليلا على ايه يا باشا؟ ضعف حكام الدوله الطولونيه بعد خمرويه اللي هم الابناء او الصراعات الداخليه. ثبت خمرويه دعائم حكمه في مصر بروابط اجتماعيه وهو الزواج. زواج بنته قطر الندى من الخليفة المعتضد. خاب ظن الدولة العباسية وعدم إدراكها قوة الدولة الطولونية حينما حاولت استرداد مصر بعد وفاة أحمد بن طولون. خاب ظن إيه؟ الدولة العباسية وعدم إدراكهم قوة الدولة الطولونية. ده يدل على إيه؟ على قوة زي ما قلنا من شوية خمروية العسكرية وضعف قوة الدولة العباسية. ترحيب الخلافة العباسية بالصلح مع خمروية دليلا على قوة الدولة الطولونية في عهده. لسه قايلينها. سار خمروية على خطى أبيه من الاستفادة بإيه؟ في الروابط الاجتماعية لتثبيت حكمه. احنا نسينا إن أحمد بن طولون كان بيكباج زوج أمه، وجي بعد كده كان في صهره نفس الكلام، يبقى دي روابط اجتماعية. يبقى جه بعده ابنه خمروية عمل روابط اجتماعية مع الخليفة المعتضد اللي هو بزواج بنته من الخليفة المعتضد. دي كلها اسمها روابط اجتماعية اللي هي من نهاية الزواج. طيب توثقت العلاقة بين الدولة الطولونية والخلافة العباسية عن طريق يا باشا المصاهرة اللي هو ايه؟ الزواج. طيب ثانيا الدولة الإخشيدية من سنة كام يا باشا؟ 323 ل 358 هجريا، يعني القرن الرابع. أشهر حكامها محمد بن طغج الإخشيدي وكفور الإخشيدي. هنعرف واحد منهم دلوقتي. أول حاجة محمد بن طغج الإخشيدي ده هو مؤسس الدولة الإخشيدية. طب مين محمد بن طغج الإخشيدي؟ تعال نتعرف عليه. قال لك أحد القادة الأطراف في الجيش العباسي، وكان والده طغج. حاج طغج ده كان واليا على دمشق في عهد مين بقى؟ في عهد خمروية، يعني في عهد الدولة الطولونية. أبوه كان واليا على فين؟ على دمشق في عهد خمروية، اللي هي دمشق كانت جزء من إيه؟ من الشام، والشام كانت تحت قيادة مصر أو تحت قيادة إيه؟ الدولة الطولونية بقيادة خمروية وأحمد بن طولون. طيب استطاع التصدي للجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر عام 302. استطاع التصدي للجيش الفاطمي ده. الجيش الفاطمي ده كان جاي من ناحية المغرب، يعني من ناحية الغرب، يعني تصدى للأعداء من ناحية الإيه؟ الغرب. وهنعرف الدولة الفاطمية في الدرس الجاي دلوقتي. فاستطاع التصدي ليهم ومنعوا من الاستيلاء على مصر عام سنة كام؟ 302. ده كله قبل ما يمسك حكم أصلا مصر. طيب
اصطحبوا تكين إلى دمشق عندما تولى حكمها، وأثناء ذلك هاجم مع مجموعة من الأعراب قافلة للحجاج المارين ببلاد الشام، فتصدى لهم محمد بن طغج الإخشيدي. يعني في ناس قافلة من مجموعة من الأعراب هجمت قافلة للحجاج اللي رايحين يحجوا، فتصدى لهم مين؟ محمد بن طغج الإخشيدي. فتكين ده راح حكى للخليفة العباسي في الوقت ده، وعندما وصل الخبر إلى الخليفة العباسي سر به وولاه حكم مصر والشام ولقبه بالإخشيد، وهي تعني ملك الملوك في فرغانة. طيب، أهم أعمال محمد بن طغج الإخشيدي. أول حاجة، وطد نفوذه فين يا باشا؟ بمصر، وقضى على الأمراء المنافسين له والمتسببين في زعزعة الحكم اللي جم من بعد خمروية. طيب، تاني حاجة، أعاد الأمن والنظام بعد صده لهجمات الفاطميين، اللي هو الصد أو الهجمات الغربية. يعني الراجل ده من النهاية رجل عسكري عنده ذكاء عسكري وقوة عسكرية شديدة، فوصل للحكم مصر عن طريق القوة العسكرية. ثالث حاجة، اتخذ من مدينة العسكر عاصمة لدولته. اللخبطة دي يا مستر، اتخذ من مدينة العسكر عاصمة له. طب عاصمة أحمد بن طولون كانت إيه؟ كانت تسمى القطائع. طب إيه العاصمة بتاعت عمرو بن العاص؟ كانت الفسطاط. طيب، 4، سعى إلى الاستقلال عن الخلافة العباسية. 5 حاجة، مد نفوذه إلى الحجاز. تمام يا شباب، ديت أهم أعمال محمد بن طغج الإخشيدي. وفاته، قال لك توفى الإخشيد في دمشق عام 334 هجريا، ودفن فين؟ في القدس، عكس أحمد بن طولون الذي دفن فين؟ في مصر. وخمروية دفن في مصر ولكن مات في الشام. وقد أوصى قبل وفاته بالولاية من بعده ابنه كان اسمه إيه بقى؟ أبي القاسم أنوجور. أبي القاسم أنوجور. طب أبي القاسم أنوجور ده كان صغير في السن، فمين اللي هيحكم؟ قال لك جعل الوصاية لخادمه اسمه كافور، فتسمى بكافور الإخشيدي. طب كافور ده راجل كان بيعمل إيه أو عبارة عن إيه؟ ده كان خادم أو أستاذ بيعلم ولاد محمد بن طغج الإخشيدي. فالراجل ده أنا واثق فيه إن هو بيعلم ولادي، علمهم كل شيء، الأستاذ بتاعهم هو اللي بيربيهم، فأنا واثق فيه، فطبيعي إن أنا هخليه واصي على مين؟ على ابني أبي القاسم أنوجور. فتولى الذي كان يتولى تربية أبناء مين؟ محمد الإخشيدي، اللي هو مين؟ كافور الإخشيدي. طب كافور الإخشيدي أول ما تولى بالوصاية أصبح الحاكم الفعلي طبعا للبلاد. عمل إيه يا باشا؟ قال لك ضبط أمور البلاد وإقرار الأمن بها سواء في مصر أو في الشام. تاني حاجة، السيطرة على مقاليد الحكم. يبقى الراجل ده كان كويس. ولم تدخل الخلافة العباسية في أمر مصر أثناء حكمه، وظلت مصر والشام والحاجات تحت حكم مين؟ الإخشيديين. الراجل ده محترم جدا. لدرجة إن هم كانوا عايزين يلقبوه بكلمة أمير، قال لهم لا، أنا عايز أتلقب بكلمة الأستاذ، زي ما أنا كنت بعلم أبناء محمد بن طغج الإخشيدي، زي ما أنا اسمي الأستاذ وليس الأمير. فملحوظة، طوال مدة حكم أنوجور حتى وفاته رفض كافور أن يلقب بالأمير، وصمم على أن يبقى لقبه الأستاذ الذي اكتسبه أيام تربية أولاد الإخشيد. طيب، سقوط الدولة الإخشيدية سقطت إزاي؟ قال لك استطاع الفاطميون دخول مصر عام كام؟ 358 هجريا، يعني في القرن الرابع الهجري، بقيادة مين؟ جوهر الصقلي، واسقاط حكم الدولة الإخشيدية، كما اسقطوا معها تبعية مصر للخلافة العباسية. يعني تغيير تبعية مصر السياسية من خلال ايه؟ الفاطميين احنا لسه قايلين من شوية ان في دول مستقلة تابعة للخلافة العباسية، وفي دول مستقلة عكس او ما كانش بتتبع الخلافة العباسية. طب الفاطميين دول مين؟ ما كانوش بيتبعوا الدولة العباسية، فتغيرت سياسة مصر او تغير تبعية مصر من الخلافة العباسية الى الخلافة الفاطمية، وهنعرف الدولة الفاطمية في الدرس الجاي ان شاء الله. طب الزتونة من الكلام ده كله ايه بقى؟ زتونة مستر مصطفى قال لك اهم العوامل التي مهدت لمحمد بن طغج الإخشيدي تولي حكم مصر، اللي احنا قلنا ان الراجل ده عنده مهاراته العسكرية، استطاع التصدي ضد الفاطميين
واستطاع التغلب على مجموعة من الأعراب الذين كانوا يهاجمون الحجاج. تمام. فاستطاع الوصول لحكم مصر. تمثل الخطر الذي داهم مصر في عهد محمد بن طغج الإخشيدي من جهة الغرب اللي هم الفاطميين. يرجع عدم استعادة الدولة العباسية حكم مصر بعد وفاة محمد بن طغج الإخشيدي إلى قوة كافور الإخشيدي العسكرية. وبرضه نفس الكلام يرجع عدم استعادة الدولة العباسية حكم مصر بعد وفاة أحمد بن طولون لقوة خمراوية العسكرية. جمع كافور الإخشيدي ما بين العلم وحنكته السياسية في إدارة شؤون الدولة، بالإضافة إلى التواضع والإخلاص. التواضع والإخلاص إن هو مرضيش يتسمى بكلمة أمير أو بلقب أمير، اتسمى بلقب أستاذ. والعلم وحنكته السياسية إن هو استطاع التحكم في مقاليد الدولة. رفض كافور التلقب بلقب الأمير بسبب شدة اعتزازه بلقب الأستاذ والتواضع. لسه قايلين. أدى سقوط الدولة الإخشيدية إلى تغيير وضع مصر السياسي، فتحولت من ولاية تابعة للخلافة العباسية إلى دولة مستقلة تابعة للخلافة عادي الفاطمية. وكده انتهينا من الدرس الثاني. إن شاء الله أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي الدرس الثالث، ونحكي مع بعض الدولة الفاطمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.